بسم الله الرحمن الرحيم. قبل الثورة كنا كغيرنا من أهل مصر نشعر أن هذه البلد ليست بلدنا، هي بلد غيرنا، هم الذين يتمتعون بخيراتها، هم الذين يحتكرون كبار مؤسساتها، ونحن فقط نعيش على الهامش. هذا كان حال الجميع، كان حالنا وحال غيرنا، وتغير الشكل وتغير الحال بفضل الله تبارك وتعالى بين عشية وضحاها في أشياء لم نكن نحلم بها في بلادنا. وشاء هذا التغيير أن يمنح الفرصة للجميع ليثبتوا أنهم أبناء هذا الوطن، وأنهم حريصون أشد الحرص عليه، أنهم يعيشون حتى يروا هذا المجتمع الفاضل الذي يشار إليه بالبنان، والذي يتمتع أفراده جميعا بالحياة الطيبة. تحركنا وتحرك غيرنا، ورأينا أنه لما فتح هذا الباب إلينا أن نكون من الإيجابية بمكان، ويكون لنا السبق في المساعدة، في الإصلاح، في النهضة بهذا المجتمع. وكانت هذه هي الخطوة التي اجتمع عليها مؤسسو هذا الحزب الوليد، حزب النور، ليكون ضياء وطريقا واضحا. وكلنا يحتاج إلى النور، كلنا يحتاج إليه ولا يستغني عنه، ولا يستطيع أحدنا أن يعيش بغير النور. لذلك كان حزب النور يبدأ حزب النور ليمارس عملا لم يكن يمارسه من قبل، ذلك أن هذا العمل من قبل كان لا جدوى له ولا نفع. كانت الأحزاب من قبل هي أحزاب كما يسمونها أحزاب كرتونية، أحزاب هي تكمل الصورة الجميلة التي يريدون أن يزينوا بها باطلهم. واليوم أحزابا حقيقية تؤدي عملا فعالا وتساعد في بناء هذا الوطن. فكان هذا الحزب، حزب النور، ينشأ من أناس تجمعوا واشتركوا واجتمعوا على فكرة واضحة وهدف واضح. اجتمع الجميع على أنهم يبذلون بغير حدود ويعطون عطاء فياضا لا نهاية له لخدمة هذه البلد ولرعايتها ولنمائها وتطويرها. حزب النور هو حزب مصر، حزب النور هو حزب الكرامة، وحزب النور هو حزب الحرية، حزب النور هو حزب العدالة، حزب النور هو حزب الإنسانية، حزب النور هو حزب الرحمة، حزب النور، حزب النور هو حزب البناء والتنمية. أسماء براقة كلنا يستمع إليها، والحقيقة كلنا نجتمع عليها. لذلك فإن في حزب النور نشترك مع إخواننا في كل مكان، وكل من يمد لنا اليد نقدم له اليد لنشترك معا جميعا في بناء هذا المجتمع. حزب النور هو حزب كل المصريين، حزب النور هو حزب المسلم وغير المسلم وكل من يريد أن يبني هذا المجتمع. حزب النور هو حزب الرجال وهو حزب النساء، يعرف للمرأة قدرها وأنها شريكة في بناء هذا المجتمع.
والمرأة إنما هي مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. حزب النور هو حزب الشارع، يشعر بنبض الشارع، بل هو يعيش في الشارع مع الناس في كل مكان، يستشعر بنبض الشارع، يستشعر شكوى الناس، بل يعيش معهم في شكواهم، معهم في طابور العيش، ومعهم في أزمة الأنابيب، معهم في تعليم يرهق أطفالنا ويدمر مواهبهم، معهم في وظائف لا يجدها شبابنا وقد بذلوا النفس والنفيس حتى يتخرجوا من الجامعات ومن المؤسسات التعليمية، ويريدون أن يكون لهم نصيب وحظ في خدمة هذا المجتمع، ويكون لهم نصيب في خدمة أنفسهم، فلا يجدوا إلا السراب. حزب النور معهم، حزب النور معهم، ومع الأرامل اللاتي يجدن العيش من الصعوبة بمكان، حزب النور معهم. حزب النور مع سياسة، مع مؤسسات سياسية خربت ودمرت عبر سنوات طوال، حزب النور يصلح المؤسسات ويطهرها ويزكيها. حزب النور حزب جاء ليصلح كل فساد وليقف أمام كل إفساد. هذا قليل من كثير، وأذكرك بأن حزب النور هو حزبنا جميعا، ونحن جميعا نبذل ونعطي، لا نريد عرضا من الدنيا قليل، لا نريد أن يشار إلينا بالبنان، لا نريد أن يقال فعلوا كذا وكذا، ولكن نفعل ذلك، لا نريد جزاء ولا شكورا، إنما نريد الأجر والجزاء من الله تبارك وتعالى. ونعلم أن البناء الذي نقوم به اليوم سوف يتمتع به أبناؤنا في الغد، ونطمح إلى أن نكون في مصر في خير وأول وأقوى دولة في العالم بإذن الله تبارك وتعالى وبتوفيقه جل في علاه.